دايما في بنات في سن المراهقه جسمها يبقى فارع قوي، ويطلع لها حاجات قدام ويطلع لها حاجات من ورا، والبنت تفكر نفسها اللي هي بقى خلاص بقت مزه وبقت جامده وبقت اي حاجه. المهم تتعرف على شباب اكبر منها، طبعا اكبر منها في السن، يعني 5 سنين، واللي اكبر عنك في يوم يبقى يعرف عنك بسنه. ده المفهوم وده المعروف. مفكره نفسها ناصحه وهو داير وفاهم وهاري، والدنيا بص يعني ممكن يغلفك كده بكلمتين، يقول لك يا بنت انت جامده. ايه الحاجات الجامده اللي عندك دي؟ طبعا تتفشخ قوي في الكلمتين دول. ايه الحاجات الجامده دي؟ تتفشخ قوي في الكلمتين دول. طبعا البنت تشوف نفسها بزياده، تقول ده انا الواد بيقول لي انت جامده، ويقول لي ده انت عندك حاجات امكانيات. ما هو لازم يقول لك انت عندك امكانيات، امال هيقول لك يا بنت انت لسه صغيره، انت لسه غير مراهقه؟ لا طبعا هيقول لك عندك امكانيات وعايز اشوف الامكانيات دي. هو عيل داخل شمال اساسا، ادام بيقول لك انت عندي امكانيات يبقى هو مفهوم انت هو داخل شمال. انت بقى مش فاهم اللي هو داخل شمال، دي مشكلتك انت بقى. واي حد يقول لك انت جامده وانت عندك امكانيات قدام وورا واوعى وشك، وانت طبعا تتفشخ فيها تقول يا بنت انا مزه وانا جامده وانا مش قد اي حد، واي ابن 70 في 80 مش فارق معايا. طبعا هو بيضحك عليك كلمتين، طبعا عايز ياخد بقى فلوسك، جسمك، اي بتنجان بابا غنوب، وانت عبيطه مش فارقه. وصاحبتك تفهمك، وامك تفهمك، وبنت خالتك تفهمك، وانت طبعا مفكراهم اللي هم باصين لك بصه كده مش ولا بد. ده البت دي عايزه تاخد الواد ده، ضمي عايزه تشوف الواد ده وعايزه تاخد. ما هو في بنات كده، هم مش مالين عينهم الا في التراب. البت لما يطلع لها حاجات كده غريبه كده يقول لك اوعى يابا ده انا بطل يابا وما بتعوضش. خليكي كده، خليكي يضحك عليك بكلمتين، يقول لك انت جامده، وتروحي انت فاشله مفشوخه فيها، وتروحي انت عادي يعني. خليه يضحك عليك، وامك تفهمك، وبنت خالتك تفهمك، وبنت عمتك تفهمك، والواد التاني يفهمك، ولا في الدماغ خالص. خليه يضحك عليك بكلمتين، سهله قوي. احلى مسا عليكم لو فهمتوني يعني.